النهاردة فيلمنا بيبدأ بمشهد للمناظر الطبيعية بتاعت بلد اسمها كونلو، واللي بتبقى مليانة جزر جميلة، وواحدة منهم بتبقى جزيرة طبية، والناس بيجوا يزوروها من جميع أنحاء العالم علشان الخدمة الطبية فيها ممتازة. وبنعرف إن في العالم ده مفيش مرض ملوش علاج غير الروح الشريرة اللي الدكاترة بيسحبوها من المريض وبيحبسوها. وبنتعرف على دكتور بيزاي، وبنلاقيه مش عايز يسحب الروح الشريرة من المريض بتاعه لأنه مقتنع إنه يقدر يدمرها مش بس يخرجها. ولكننا بنعرف إن الدكتور بيزاي ده دكتور مغرور. وفي يوم حادثة بتحصل وكل الأرواح الشريرة بتتحرر وبتهجم على كل سكان البلد، وبيزاي بيتحرك بكل ثقة ناحية الأرواح علشان يقضي عليها بالتعويذة اللي اخترعها. وبالرغم من كل تحذيرات شيفو المعلم بتاعه، وفعلا تحذيراته بتكون في محلها، والأرواح الشريرة بتتعصب وبتزود هجومها، فشيفو بيضطر يعزل الجزيرة الطبية بتعويذة حماية. وبعد كده بيطرد بيزاي من الجزيرة وبيمنعه من دراسة الأرواح الشريرة. بعد كده الفيلم بينقلنا 7 سنين قدام، وبنلاقي إن المستشفى اتنقلت لجزيرة أصغر، وإن اللي بيديرها دلوقتي بشكل مؤقت هو هاوجو أخو بيزاي لحد ما شيفو يرجع من الأجازة بتاعته. وبنعرف إن المستشفى دي بتعالج الأرواح الشريرة بالاستخراج، ولكنهم دلوقتي بدل ما بيحبسوهم بيحدفوهم في البحيرة. وفي يوم مريض اسمه دوا بيجي المستشفى علشان يتعالج من الأرواح الشريرة، بس قبل ما يوصل حد بيخطفه وبياخده بعيد، وبنكتشف إن بيزاي هو اللي خطفه. وبنعرف إن بيزاي لسه مكمل في التجارب بتاعته، وبيعرض على دوا إنه يقضي على الأرواح الشريرة اللي جواه، وبيبدأ التعويذة بتاعته. والغريب إن التعويذة بتاعته فعلا بتشتغل ودوا بيفرح. وفي اللحظة دي رئيس أمن المستشفى بيفونج بيقتحم بيت بيزاي وبيتهمه بسرقة مرضى المستشفى وبممارسة السحر الأسود من غير إذن، وبيؤمر رجالته إنهم يقبضوا عليه. وبيزاي بيهرب وبيستخبى لحد ما هاوجو بيلاقيه، وبنعرف إن هاوجو بيساعد أخوه، وإن هو اللي بيديها أرواح شريرة علشان يعمل عليها تجاربه، وإن هو اللي بيقوله على المرضى اللي بيجوا مصابين المستشفى، وإن هو اللي بلغه إن شيفو في أجازة. وكمان بنعرف إن هاوجو عنده أمل إن أخوه يقدر يوري تعويذته الجديدة لباقي الدكاترة، وبيقوله إن المفروض يبقى هو مدير المستشفى. بعد كده بيزاي بيروح المطعم، كل اللي هناك بيعاملوه وحش وبيتضايقوا لما بيشوفوه. وبنعرف إن السكان لسه ما سامحوش بيزاي على اللي حصل من 7 سنين. وفجأة ولد اسمه يي بيكلم بيزاي وبيطلب منه إنه يساعده يكبر القرون بتاعته علشان يعرف يمارس السحر بتاعه. ولكن في اللحظة دي واحد من السكان بيجي يبدأ مشكلة مع بيزاي والاتنين بيتعاركوا. ولكن قبل ما الموضوع يكبر صاحبة المطعم فوكس بتوقفهم. بعد كده بيزاي بيقول ليه إن مش هيعرف يساعده، وبينصحه يروح يدور على دواء عشبي على الجزيرة المحرمة، الجزيرة اللي كانت فيها المستشفى قبل كده من 7 سنين واللي الأرواح الشريرة دمرتها. في نفس الوقت بنلاقي هاوجو بيكلم إدارة المستشفى وبيقنعهم إنهم يختاروا المدير الجديد للمستشفى. وفي الأول أعضاء الإدارة مش بيقتنعوا بالفكرة، ولكن في الآخر بيقتنعوا لما هاوجو بيقول لهم إنهم محتاجين حد يحميهم لو الأرواح هجمت عليهم تاني. ولما بنرجع لبيزاي بنلاقيه بيشتكي لصاحبة المطعم من اللي بيحصل له من ساعة حادثة الأرواح من 7 سنين، وبيقول لها إنه حاسس إن أزمة الأرواح الشريرة كلها مشكلته هو لوحده، وهي بتشجعه إنه يكون نفسه وما يخافش من الناس أو يهتم برأيهم فيه. وبنعرف إن بيزاي أنقذ فوكس قبل كده من زمان. بعد كده بنشوف مراسم اختيار مدير المستشفى الجديد، وبنلاقيهم بيحطوا روح شريرة في وسط الساحة وبيعلنوا إن اللي يقدر يدمرها هيكون المدير الجديد للمستشفى، والحكام هيكونوا أعضاء إدارة المستشفى. ولما بتبدأ المراسم ناس كتير بيحاولوا يقضوا على الروح بس بيفشلوا، وفجأة بيزاي بيظهر، وللأسف كل الجمهور بيزوموا لما بيشوفوه. ولكن هاوجو بيعرف يسكتهم وبيقول لهم إن هو يقدر يقتل الأرواح الشريرة، وبيبدأ ينفذ تعويذة بيزاي. وطبعا ده بيعصب بيزاي علشان هو بقاله 7 سنين بيشتغل علشان يعرف يوصل للتعويذة دي، وبيحاول يثبت إنه هو اللي اخترع التعويذة. ولكن لما بيحاول ينفذها بيفشل، وبعد كذا محاولة بيكتشف إن العلم السخري بتاعه مقطوع. وفي اللحظة دي بيفونج بيقبض على بيزاي وبيحطه في السجن. بعد كده هاوجو بيجي يزوره في السجن علشان ياخد منه العلم بتاعه، بس بيزاي مش بيرضى يسلمه، فالاتنين بيتعاركوا. وبيزاي بيستخدم تعويذ التعدد وبينسخ نفسه كذا نسخة وبيعرف يهرب من السجن، وبيفونج بيفضل يطارده.
ولكن فوكس بتتدخل وبتقف في طريق بيفونج لحد ما بايزاي بيعرف يعدي البحيرة ويوصل للجزيرة المحرمة. وفي الجزيرة المحرمة بايزاي بيقدر يستكشف المكان، وفجأة يي بيطلع له، وبنعرف انه سمع نصيحة بايزاي وجاي يدور على العلاج العشبي. بس وهما بيتكلموا بيفونج بيظهر هو ورجالته، ولكن بايزاي ويي بيلحقوا يستخبوا. ولما بنرجع لهاوجاو بنلاقيه بيحاول ينفذ تعويذة اخوه التاني ولكنه مش بيعرف، وبنكتشف انه ضحك على كل الناس المرة اللي فاتت في الساحة، وانه خبى الروح الشريرة في العالم بتاعه بدل ما يقضي عليها، وبيتعصب وبيتضايق انه معرفش ياخد عالم اخوه. ولما بنرجع للي وبايزاي بنلاقيهم بيتجادلوا علشان يي بيبقى عاوز يروح المستشفى القديمة، وبايزاي بيبقى عايز يروح للمينا ويسيب الجزيرة، وبيصمم ان المستشفى القديمة خطر، وبيشيل يي وبيجري على المينا، ولكنه بيتوه وبيلاقي صحراء كبيرة بدل المينا. بعد كده بايزاي بيلاقي دوا راكب عربية صحراء وبيتصدم لما بيكتشف ان الروح الشريرة رجعت له تاني وان التعويذة بتاعته طلعت مؤقتة، وهو ويي بيركبوا معاه وبيوصلوا لمكان غريب، وبنكتشف ان مرضى الروح الشريرة اللي اهلهم بيفقدوا الامل فيهم بيتبعتوا هنا، وبنلاقي ان ست كبيرة اسمها فونج هي اللي بتحرس المكان. وبايزاي بيكتشف ان المرضى دول كلهم مصابين بسبب اللي عمله من 7 سنين، وبيتضايق من نفسه وبيقول انه كان يستحق انه يتنفي، وبيحاول يساعد المرضى. وفونج بتعرض انها تخيط له العلم بتاعه. في نفس الوقت بنلاقي دوا بيسمع كلام بايزي عن حالة المصابين واللي بيكون واحد منهم، وبيتضايق وبيفقد الامل في الحياة وبيمشي بعيد عنهم. بعد كده بنشوف يي بيزعق لبايزاي علشان بيلوم نفسه بسرعة، وبيقول له إن مش دكتور حقيقي لو هو بيخلي أي حاجة تهزه. وفي اللحظة دي بيفونج بيظهر وبيحاول يقبض على بطلنا، ولكن بايزاي ويي بيلحقوا يهربوا تاني منه. ولما بيبعدوا يي بيقرر يروح المستشفى، وبايزاي بيقرر يدور على المينا تاني. ولما بينفصلوا بايزاي بيعرف يوصل فعلا للمينا، ولكن يي بيحس إن في أصوات غريبة حواليه، وبيبدأ يفتكر ذكريات لما كان زمايله في المدرسة بيتنمروا عليه علشان قرونه قصيرة. وفجأة يي بيشوف ظل الباباه بيقرب عليه، ويي بيفرح وبيجري عليه، ولكن الظل بيطلع بايزاي اللي بيكون رجع من المينا ليه. وفجأة روح شريرة بتهجم عليه، بس بايزاي بيبعدها بتعويذة. بعد كده بايزاي بيقرر يساعد يي انه يلاقي العلاج بتاعه، والاتنين بيروحوا الصيدلية، وفي الأول مش بيلاقوا حاجة علشان المكان بيكون متدمر، ولكن في الآخر بايزاي بيلاقي الدواء المناسب ليه وبيستخدموا عليه، ولكن للأسف العلاج مش بينفع وبيتضايق. ولما بنرجع لفوكس صاحبة المطعم بنلاقيها في الجزيرة المحرمة، وبنعرف إنها مشيت ورا بايزاي وإنها بتدور عليه، وفي سكتها بتلاقي بيفونج، والاتنين بيتعاركوا لما بيشوفوا بعض. وفجأة روح شريرة بتهجم عليهم، وفوكس بتقرر تستغل الهجوم ده علشان تهرب من بيفونج. وفي نفس الوقت بنلاقي ان هاوجاو محتاس ومش عارف يعمل ايه من غير علم بايزاي. ولما بنرجع لبايزاي بنلاقيه بيطمن على يي وبيقول له انه هيساعده يلاقي علاج تاني. ولما يي بينام بايزاي بيحضنه وبيستخدم سحره علشان يشوف احلامه، وبيلاقيه بيحلم بزمايله وهم بيتنمروا عليه، وبيعرف ان التنمر ده هو السبب ان الروح الشريرة قدرت تتسلل جواه. ولما بايزاي بيصحى بيبقى زعلان على يي وبيدور عليه بس مش بيلاقيه جنبه. ولما بيقوم ويستكشف المكان بيلاقي شجر بامبو وبيت غريب وسط الشجر، ولما بيدخلوا بيلاقيه جوه، وبيقول له ان لقى دكتور عارف ازاي يعالجه. وفي اللحظة دي واحد اسمه راديش بيظهر وبيقول لبايزاي ان هو الدكتور، ولكن بايزاي مش بيصدقه، وبيواجهه وبيطلع له بره البيت وبيسأله هو مين بالظبط، وبيقول له انه عارف انه مش دكتور علشان اي دكتور كان هيقدر يكتشف ان ايه عنده اضطراب نادر في القرون بتاعته وان اللي عنده ملوش علاج. وقبل ما راديش يرد يي بيظهر وهو مصدوم من كلام بايزاي، وفجأة الروح الشريرة بتبدأ تسيطر عليه. وفي اللحظة دي بيفونج بيظهر وبيطلب من بايزاي انه يسلم نفسه، بس طبعا بايزاي بيقاوم والاتنين بيتعاركوا. وفي المعركة بايزاي بيكتشف ان شيفو مات من 7 سنين بعد الحادثة اللي بايزاي اتسبب فيها من كتر الارهاق، وانه قبل ما يموت بدأ يزرع شجر البامبو في الجزيرة على امل انه في يوم هيقدر يرجع الجزيرة لرونقها. وكمان بنعرف ان شيفو كان مقتنع ان بايزاي عنده القدرة على القضاء على الارواح الشريرة علشان هو قلبه مليان نور، وانه كان بيحب بايزاي زي ابنه بالظبط. طبعا بعد ما بايزاي بيعرف كل ده بيزعل على المعلم بتاعه وبيتحسر على اللي عمله،
وبيقرر يستسلم لبي فونج. وبنعرف ان بي فونج بيكره باي زاي علشان هو خسر دراعه الشمال من 7 سنين بسبب هجوم الارواح اللي باي زاي تسبب فيه. بعد كده بي فونج بيحدف باي زاي في البحيرة، واول ما باي زاي بينزل تحت سطح المية الارواح الشريرة المرمية في البحيرة بتبدأ تتجمع حواليه، ولكن قبل ما يدخلوا جواه فوكس وراديش بينقذوه. ولما بنرجع لهاوجو بنلاقيه بيستعد انه يدمر كل الارواح الشريرة بعالم باي زاي اللي بي فونج جابهوله. ولكن في اللحظة دي باي زاي بيظهر وبيقول له انه تعويذته مش هتقضي على الارواح الشريرة، وكمان بيحذر السكان من هاوجو وبيقول لهم انه بيخبي الارواح الشريرة في العالم بتاعه. وطبعا هاوجو بينفي كل التهم، ولكن فجأة الارواح الشريرة اللي كان مخبيها في عالمه بيظهروا وبيبدأوا يهجموا على كل السكان، وباي زاي بيطلب من كل الناس انهم يستخبوا. وفي نفس الوقت بنلاقي الارواح الشريرة بدأت تتسلل جوه هاوجو وبتخليه شرير، وهاوجو بيبدأ يهجم على كل اللي حواليه بما فيهم بي فونج. بس باي زاي بينقذه وبيصد هجوم اخوه وبيقرر انه لازم يواجهه لوحده. بعد كده باي زاي بيحاول يستعطف هاوجو ويخليه يقاوم الارواح اللي جواه، ولكن الارواح بتقوى لانها بتتغذى على كره هاوجو لاخوه. وبنكتشف ان هاوجو بيغير من باي زاي من وهم صغيرين بسبب تفضيل شيفو ليه، وبنعرف ان كراهيته زادت لما شيفو قرر يدي العلم بتاعه لباي زاي. ولما بنرجع لباقي سكان الجزيرة بنلاقيهم اتجمعوا في المستشفى وبيبدأوا يرددوا تعويذات حماية، وفي نفس الوقت بنلاقي حالته ساءت. بعد كده بنلاقي ان باي زاي انضم لباقي السكان علشان يهرب من هاوجو، ولكن الأرواح بتكون سيطرت عليه بالكامل بسبب كرهه الأعمى لأخوه، وهاوجو بيقدر يخترق تعويذة الحماية على المستشفى، وكل السكان بيستخدموا سحرهم ضد هاوجو ولكنه مش بيتأثر. في نفس الوقت بنلاقي باي زاي بيقرر يستخدم العلم بتاعه علشان يحاول يطلع يي من تحت سيطرة لروح شريرة، وبيقدر يقنعه انه أشجع واحد قابله في حياته، وبيقول له ان باباه كان بيحبه. فيي بيحضن ظل باباه اللي في دماغه وبيجري على باي زاي وبيطلع من تحت سيطرة الأرواح. بعد كده باي زاي ويي بيتعاونوا وبيحاولوا يحبسوا أرواح هاوجو، ولكنهم مش بيقدروا عليهم لوحدهم. بعد كده باي زاي بيبدأ يقول للسكان إن النور اللي في قلوبهم هيقدر يغلب الأرواح الشريرة. وفي اللحظة دي فراشات منورة بتظهر في كل حتة وبتبدأ تهجم على الأرواح، وباي زاي بيستغل الفرصة وبيحاول يستخرج هاوجو من تحت تأثيرهم، وبيدخل عقل أخوه اللاواعي وبيلاقي الضلمة بتختفي من جوه، وباي زاي بيحضن أخوه وبيطلب منه يخرج مع أهل النور. بعد كده الفيلم بينقلنا قدام كام يوم وبنلاقي كل السكان بيتعاونوا مع بعض علشان يعيدوا بناء المدينة بتاعتهم، وبنكتشف ان الأرواح الشريرة كلها اختفت من العالم من يوم ما باي زاي أنقذ أخوه. وبكده ينتهي فيلمنا النهاردة. يا رب يكون الفيلم عجبكم. ما تنسوش تدعمونا وتعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان ما يفوتكوش فيديوهاتنا. سلام.